السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة، العفو الداخلي. إحنا في أيام محتاجين فيها رحمة أكتر من أي وقت، وأكتر حاجة بتتعب القلب مش اللي حصل، لكن اللي فضل جوه. في ناس عايشة وهي شايلة وجع قديم، خصام، ذكرى موجعة، غلطات من سنين. بس السؤال، ازاي هنطلب من ربنا يغفر لنا وقلوبنا مليانة غل؟ ربنا قال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كأن الآية بتهمس لك، لو نفسك ربنا يعفو عنك ابدأ انت بالعفو. العفو الداخلي ده مش انك تنسى اللي حصل، ولا انك تبرر الأذى، ولا انك ترجع العلاقة زي ما كانت. العفو انك تمحي الرغبة في الانتقام، انك تشيل الغل اللي من قلبك، انك تختار تهدى بدل ما تفضل متألم ومحروم من جوه. ممكن ما تسامحش بمعنى الرجوع، بس اعفو من جواك عشان تحس بالسكينة. حقك تزعل، حقك تتوجع، بس مش من حق الألم يفضل ساكن جوه قلبك بينهش فيه وبيحرقه سنين. دي فرصة تغسل قلبك، مش بس تعيش يومك وخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني لما تعفو مش بتتنازل، انت بتترقى. واحنا محتاجين قلوب نقية، مش بس شكلنا من بره يكون هادي. وساعات أصعب عفو هو إنك تعفو عن نفسك. كل مرحلة في حياتك كان ليها وعيها وليها خبرتها وليها ضعفها. بلاش تحاكم نفسك النهاردة بخبرة النهاردة على غلطات امبارح. ارجع وتوب، باب ربنا مفتوح دايما. اعفو عن غلطة عملتها، عن تقصير فات، عن ذنب تبت منه ولسه بتجلب برضه نفسك عليه. الشيطان عايزك تفضل دايما زعلان ومكسور، حاسس انك مش مستحق الكرم ربنا وفضله وتوبته عليك. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا مش عاوز يعاقبك، ربنا بيحب رجوعك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل جدا، حتى نقوله في آخر رمضان في الليالي الوترية. علمه للسيدة عائشة، قال لها الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اختار اسم العفو تحديدا، مش الغفور، مش الرحيم، العفو. العفو اللي بيمسح الأثر، اللي يزيل الذنب كأنه لم يكن. فازاي نطلب من ربنا العفو واحنا رافضين نعفو؟ نعفو حتى عن نفسنا. سامح لو قدرت، سامح عشان قلبك يخف، سامح عشان دعواتك تطلع من قلب خفيف نقي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عشان تبقى فاهم معنى الكلمة دي والدعاء ده كويس. لو نفسك تعيش بقلب أهدى، قول النهاردة: يا رب علمني أعفو عن نفسي وأعفو عن كل شيء وطهر قلبي ونقيه. واكتب في الكومنت أمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وموتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم يا رحمن ارحمنا وارحمهم. اللهم يا عفو اعف عنا وعنهم. اللهم يا ستير استرنا واسترهم. اللهم يا كريم اكرمنا واكرمهم. اللهم يا واسع العطاء اعطنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يا رزاق ارزقنا. اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد. وخليك معانا في لحظة طمأنينة جديدة. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجاية. وشكرا ليك وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.